ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. انا لسه واصله كايرو فيستيفال سيتي، وانا كنت مفروض نازله عادي اتفسح واتمتع بالويكند، وبعدين قلت ان انا بقالي كتير اصلا ما روحتش المحلات، ما شفتش ايه الحاجات اللي نازله اصلا في المحلات. وحتى لو المحلات اللي سمعته according to Instagram، عشان بقالي كتير ما نزلتش، بس ان الاسعار بقت فيها عاليه، فحتى لو ان الاسعار في المحلات عاليه we can always ناخد منها inspiration ونشوف ان احنا ممكن نعمل ستايلينج فيها ازاي. فانا في كايرو فيستيفال سيتي طبعا هبتدي بزارا، لان here's the thing. زارا اولا بحب ابتدي بيه، او انا بحب زارا عامه لان هو ذوقه قريب من ذوقي قوي، فبلاقي فيه الستايل اللي انا بحبه. ده اول حاجه. تاني حاجه I love زارا لان هو شبه من الحاجات اللي بتحدد الترندز عامله ازاي في العالم، بس فعشان كده هبتدي بزارا. هشوف بقيه المحلات واشوف يعني الوقت هيقضي ايه، المحلات فاضيه مش فاضيه، ونبتدي ان احنا ننزل مع بعض. عايزه اشتري كمان ميك اب، فلو لقيت الميك اب اللي انا بدور عليه وعايزاه ومحتاجاه هوريهولكوا واقول لكم ليه كنت بدور على الميك اب ده بالذات. انا بقالي كتير ما جيتش كايرو فيستيفال سيتي، مش عارفه اصلا بمشي في الطريق الصح ولا لا. الاشاره واقفه، ففي واحد عدى، في واحد تاني عدى، الاشاره واقفه يا جماعه. كايرو فيستيفال سيتي في اشارات. anyway زي ما انتم شايفين انا اصلا بجد ما كنتش مقرره ان انا اصور، فهتلاقوني ان انا حتى مش مصوره قبل ما انزل. كنت فاكره الاشاره اشتغلت، لا لسه حمرا. هوريكم طبعا الطقم بتاعي النهارده لان I really 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 love it. هو الاشاره اتعملت اوكي. let's go. الطقم بتاع النهارده عجبني جدا، فعايزه اوريهولكم برضو، فلما نوصل بقى زارا في اي مرايه كده هوريكم انا لابسه ايه، لان هو on point my style. طيب عبال بقى ما نوصل الباركينج وكده، خلينا ان احنا نتكلم شويه على المسلسلات، لان انا الفتره اللي فاتت شفت مسلسلات حلوه كتير جدا وما قلتلكمش عليها. طيب مبدئيا لو انتم ما اتفرجتوش على مسلسل اسمه The Big Bang Theory اتفرجوا عليه. المسلسل ده من اكتر المسلسلات اللي بتضحكني. بصوا هقول لكم 3 حاجات: اتفرجوا على فريندز وذا بيج بانج ثيري، ولو شفتوا فريندز شوفوه تاني، وذا بيج بانج ثيري ولو شفتوا ذا بيج بانج ثيري شوفوه تاني، ومودرن فاميلي. ال3 دول يا جماعه بجد من اكتر السيريز اللي شفتها في حياتي، اللي فعلا لو انا في اي مود مش حلو انا بقعد اضحك بوقت طويل قوي. فدول المسلسلات اللي انا كنت بتفرج عليها الفتره اللي فاتت وبجد حلوين جدا، I highly recommend ان انتوا تشوفوه. بصوا السكيرتس دي طالعه موضه جدا. بصوا اللينن شيرتس طالعه موضه كده، ففي ده لونه حلو قوي، ودي الوايت دينم سكيرت الموضه، وده الوايت شيرت اللينن برضو. دول الفساتين دي برضو لينن، بتبقى حلوه جدا في المسلسلات يا جماعه، واهم حاجه في اللينن انه خفيف. بصوا الدرس ده كيوت قوي، ممكن ابقى اجربه، والحاجات دي طالعه ترندي قوي. بصوا الفلورال كده طالع موضه جدا، فالسكيرت دي بتبقى كيوت قوي الصيف ده. بصوا الحاجات الكروشيه دي طالعه موضه جدا. الفستان ده للمناسبات خرافه. انا عارفه ان هو مش صيفي قوي، بس انا لسه شايفه امبارح روجينا لابسه بليزر فوشيا عجبني قوي، فعايزه اشوف واحد زيه. الساتن سكيرت دي طالعه موضه جدا، ولونها الاحمر ما بقدرش اقاومه. بصوا الفستان ده بجد جميل جدا. جماعه للناس اللي عندها مناسبات وعايزه حاجه سيمبل، زارا عنده كولكشن حلوه جدا تنفع للمناسبات. بصوا الفرنشز من الحاجات اللي طالعه موضه، فالفستان ده روعه. بحب جدا بادي كون دريسز ده، وده لونه حلو قوي، وفي منه الوان تانيه. ده از كفر اب في البحر، ده حلو. بصوا من تحت الديتيلز بتاعته كرشيف كده،
بيبقى جميل قوي ويدي كده، عارفين البحر الساتر بتاع البحر الرايق. اجين الكروشيه بجد طالع موضة قوي، وده برضو ككفر في البحر يبقى حلو روعة. او ممكن كمان نلبس تحتيه ستيف دريس كده قصير يبقى جميل قوي. بصوا الفلاور امبلشمنت اللي الناس كلها بتقول عليها ترندي دي، توب حلو جدا وفيها برضو الفكرة ترند. حلوة قوي التوب ده للصيف. جماعة الدريس ده سوبر كيوت للصيف. جماعة انا الفترة اللي فاتت I'm so obsessed with these skirts. انا عايزة اجربها لانها بجد بيبقى شكلها حلو جدا. جماعة لون التوب ده بجد حلو قوي. بصوا كده الطقم ده كله على بعضه حلو قوي. البنطلون واسع عليه الكروب فيست ده يبقى حلو قوي. الفستان ده is the perfect white dress for summer. بصوا ديتيلز. على فكرة الحاجات الليس دي طالعة ترندي قوي، حلوة قوي اللون ده. one of the biggest trends هي الكروب بليزر، وده كمان لونه حلو قوي. بصوا الطقم بتاع النهارده، لبست السكيرت دي عليها التوب البيج وحطيت الكونفرس البيضة وعليها الشنطة كلفنتاين. بجد عجبني قوي الطقم ده و my accessories. برضو من الحاجات الترندي جدا هي الرافلز، والتوب ده يبقى حلو جدا. يا جماعة بصوا الفستان ده بجد قد ايه جميل، حلو قوي. برضو فستان ابيض تاني حلو قوي، جميل جدا، والديتيلز بتاعته حلوة قوي. ده فيه حزام يتربط من عند الوسط. دي على بنطلون كتان ابيض تبقى تحفة. بصوا الديتيلز بتاعت الرسمة اللي فيها. الفستان ده بجد واو. بصوا البلوزة دي بجد حلوة اوي. ببقى عايزة اوريكم التفاصيل لان الكاميرا من بعيد ما بتوريكمش التفاصيل قد ايه ان هي جميلة. بصوا كلير ساندلز دي لسه مليانة عند زارا، وعلى فكرة كلير ساندلز دي من احلى الحاجات اللي رجعوها تليق على اي حاجة. السكيرت دي بجد الوانها حلوة اوي. بصوا الدينم فيست ده برضه من الحاجات الترندي اوي. بصوا يا جماعة، اولا الفيست ده هو شكله حلو جدا بس هو واسع قوي. انا كنت قلت اجيب مقاس اوسع من مقاسي على اساس يعني ان هو شكله ضيق، لا هو طلع واسع قوي. بس تخيلوا ان هو مظبوط كان هيبقى احلى بكتير. وبعدين بقى البنطلون ده بجد هو خرافه. استنى هقلع الفيست اوريكم البنطلون ده. قلت اوريكم البنطلون لوحده لان هو البنطلون جميل قوي. طبعا هو يعني مش عايز يقصر، هو عايز يقصر بمراحل، فعلى البنات الطويله هيبقى حلو ومظبوط عليكم. بس لونه روعه، لونه حلو جدا وموديله صيفي قوي. يعني بصوا هو كله على بعضه كده على توب ابيض هيبقى تحفه. ده مقاس سمول باي ذا واي وهو كبير. بصوا قد ايه السكيرت دي بجد جميله، الوانها حلوه قوي. لا عجبتني قوي السكيرت دي المحجبات كمان تبقى حلوه قوي على شميز ابيض، تبقى جميله. تي شيرت، جاكيت جينز، روعه، والوانها يونيك قوي. تحفه. I'm obsessed with this skirt، بجد حلوه جدا. دي من الحاجات الترندي قوي السكيرت دي. ثانيا هي جميله، بصوا حلوه قوي على تي شيرت، على بليزر، جميله. وكمان ممكن ناخدها ان هي تتلبس في المناسبات والسهرات. الفستان ده للمصايف
روعة، حلو قوي وموديله جميل قوي. الحاجات اللي هي ليس كده ورومانتك طالعة موضة مع الكروشيه كمان. وبصوا من فوق قد ايه هو جميل، روعة، حلو قوي الفستان ده، عجبني جدا. فده للمصايف يبقى روعة. بس التوب ده كيوت قوي، ده على بنطلون ابيض واسع يبقى حلو قوي. واحلى حاجة فيه ان هو مش مجرد بيتربط وخلاص، دي مفروض بتتقفل من هنا فبتبقى شادة الطرف وبتخلي الشكل بتاعه يبقى احسن. فلا جامد قوي الطرف ده. حلو. اذا انا لسه مخلصة المول، ما دخلتش تقريبا غير زارا، بعدين لفلفت شوية كده لان انا كنت عايزة اشتري حاجات ليها علاقة بالسكين كير والميك اب وكده، فلفلفت شويه. بس المحل اللي دخلته هو الوحيد اللي زارا كان فيه حاجات حلوه بجد للصيف، حاجات يونيك يعني بجد. الموضه السنه دي مختلفه شويه عن الموضات بتاعت السنه اللي فاتت، فتحسوا بتغيير لما تدخلوا المحل. anyway ما كانش فيه اي وقت ان انا ادخل محل تاني لان انا مفروض واخده ميعاد جيم الساعه 8 والساعه دلوقتي 6، فانا عايزه اروح اكل اتغدى لاني ما اكلتش من الصبح. فعبال ما اروح واكل واتغدى وكده اقدر ان انا انزل الجيم بعديها. انا بقالي دلوقتي I think 3 شهور، داخله على اخر 3 شهور بروح الجيم. المفروض ان انا ما اتغداش او ان انا اتغدى بدري شويه لان انا كنت عايزه اعمل انبادي، بس خلاص بقى مش مهم، اعمل انبادي يوم تاني ابقى مش واكله قبليها بحبه. انا جبت حاجات سكين كير وميك اب هوريها لكم بقى ان شاء الله لما اروح، وحاجات تقريبا اول مره اجربها فانا ما عنديش اي خلفيه هل هحبها هل مش هحبها، فهوريكم انا جبت ايه وبعدين ابقى اعمل لكم عليها ريفيو بعد ما استخدمها كذا مره. بصوا انا ما جبتش حاجات كتير بس جبت حاجات مهمه. فاول واحد جبته السيرافي هايدريتنج كلينسر. انا الكلينسر بتاعي اللي انا بستخدمه هو اللابيكار اي بي من لاروش بوسي. فسالت عند لاروش بوسي في البوث بتاعهم قالوا لي ان هو هيجي بكره، وانا مش هروح المول قريب فقلت خلاص اشتري ده. وباي ذا واي ده ارخص، فدي حاجه حلوه، اكتشفت ان ده ارخص من التاني فيا رب يبقى كويس. سيرافي كده كده الحاجات بتاعتهم بتعجبني. ف هايدريتنج كلينسر هنشوف هيبقى حلو ولا لا. ده المفروض for normal to dry skin وانا my skin is normal to dry. الحاجة التانية اللي انا اشتريتها يا رب تطلع حلوة يا رب تطلع حلوة هو الريميل ستينلس ايلاينر. انا شارياه انه يبقى كح، هو اتقل بصراحة، من اتقل وكريمي اكتر من بتاع ميبلين. بصوا يعني لا كحل عيني، يعتبر كحل عيني بسرعة. انا طبعا مش عارفة ان انا اكحلها قوي اون كاميرا، بس يا شكله حلو وانا بحب منظر العيون المكحلة قوي، طول عمري بحبه. يا هيطلع حلو ان شاء الله. بس كده هي دي الحاجات اللي انا جبتها وده كان الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وامتعكم. anyway thank you so much ان انتوا شفتوا الفيديو ده واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.